ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفه حلوه ولذيذه. قبل كده عملناها مع بعض في القناه، العيش السوري او العيش بتاع الشاورما. عملنا الطريقه بتاعته بطريقه سهله قوي، بس الفيديو النهارده اللي انا عاملاه عشان افكار للحشوات اللي جوه. لو انتوا كنتوا فاكرين معايا، انا كانت عندي المقادير بتاع العيش السوري: كوبايتين من الدقيق، و3 معالق كبار من الزيت، وعندي كمان ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. وبعد كده ضربت، يعني خليتهم ان هم يمتزجوا كويس الزيت والدقيق. وبعد كده هروح حط عليهم كوبايه وربع من الميه المغليه. وافتكروا ان انا كنت قلت لكم قبل كده في الوصفه ان انا بحط ميه مغليه، عشان الميه المغليه لما باجي بحطها هي سر نجاح العيش السوري او عيش الشاورما بصفه عامه. دي افكار انا حبيت ان انا اقول لكم عن الحشوات اللي بتتحط جوه العيش. وهنتكلم النهارده مع بعض بصفه عامه في الحشوات، سواء انت مثلا محتاجاها لحد رايح الشغل، او كمان محتاجاها ان انت تديها لاولادك معاكي في المدرسه، او كمان ممكن تستخدميها عادي جدا في الاكل، بدل ما انت تشتري العيش بتاع العيش السوري ده من بره. فبوصفه سهله ولذيذه جدا. زي ما انا قلت لكم، ده هم كوبايتين دقيق وشويه زيت وملح وسكر وميه مغليه، وزي ما انتم شايفين بيطلع حلو جدا جدا معاكم. انا عملت هنا نوعين من الحشو. حطيت بطاطس، وعملت كمان ستريبس زي ما احنا بنطلب مثلا من المحلات بتاعت بره سندوتش بطاطس سوري، او كريسبي سوري. فده العيش اللي بيتعمل بيه السندوتشات بصفة عامة السوري. طبعا دي حاجة ترجع لكم، ايا كان نوع الحشو. ممكن نعملها جبن، بس ممكن نعملها زي ما انتوا هتشوفوا معايا البطاطس ومعاها الجبنة الموتزاريلا، وبكل ده في الاخر بقفله مع بعض وبحطه في الجريل. لو انتم ما عندكمش جريل، نقدر ان احنا نكبسها، نحط بعد ما احنا هنحط الحشو جوه، سواء مثلا بتاع البطاطس. وهتشوفوا معايا ازاي ان انا برصهم. كانت هنا انا بوريكم ان انا الصوص اللي انا هحطه السويت شيلي صوص، اللي هو الصوص اللي هو بيدي حامي شويه ومسكر شويه. او لو مش عندكم نقدر نستبدله بالكاتشب، او لو انتوا عايزين تعملوا السويت شيلي صوص هتحطوا شويه من الكاتشب الحار وعليه معلقه عسل وذره صغيره من الملح عشان يظبط المكونات. ولو انتوا ما عندكمش كاتشب، نقدر نحط عسل وشويه شطه، ونحط كمان معلقه صغيره من الصلصه، وهتدينا نفس الفكره بتاعته. السويت شيلي صوص ده انا بجيبه من اي هايبر ماركت، سواء مثلا كارفور او بجيبه من هايبر وان. موجود، وبصراحه انا ما بستغناش عنه لان هو بيدي نكهه حلوه قوي قوي وطعم حلو قوي للسندوتشات. انا حطيت هنا معاكم زي ما انتم شايفين، رصيت البطاطس، وبرص البطاطس بسوا واحد عشان الساندوتش عندي ما يتقطعش. وحطيت عليها موتزاريلا عشان الساندوتش يقفل لما بحطه في الجريلا. وحطيت عليه كمان طماطم وفلفل اخضر زي ما انا بجيبه بره بالظبط. كان بصراحه اقول لكم يعني اكني يعني فعلا جربت حاجه من بره. وما خدش مني وقت بالظبط. الوصفة كلها انا لما جيت كورت العيش اخد مني حوالي نص ساعة للارتياح، عقبال ما انا بسلق، قصدي عقبال ما انا بحمر البطاطس والستريبس بتاعي. وزي ما انتوا شايفين الطماطم قطعوها زي ما انتوا حابين، زي ما انا عاملاها كبيره كده. او لو انتوا حابين تعملوها رفيع، تقدروا تحطوا زيتون، تقدروا تعملوها بحشوه لحمه مفرومه، كبده، اللي انتوا عايزينه. كل حاجه تقدر تتعمل لان العيش معمول حلو وطري. وفي نفس الوقت انا لما بعمل منه كميه وبيتفضل عندي، بقدر احطه في الفريزر. بس لما باجي بحطه في الفريزر بحطه مفرود، بحيث ان هو احطه مفرود مثلا في الكيس، واحط ما بينه وما بين الرق اللي فوقيه ورقه كيس، زي اكن ما انا جايباه من بره بالظبط. واحطه في رف مفرود في الفريزر عشان لما اجي اطلعه يبقى سهل عليا ان انا اسخنه. وده هنا كانت شكل الجريلا. يعني شفتوا العلامات بتاعتها زي ما انتوا بتجيبوها من بره بالظبط. طب لو انتوا ما عندكمش جريلا، تقدروا تستبدلوها باي طاسه عندكم، تيفال او اي طاسه ما بتلزقش ومن غير اي ماده دهنيه، بتحطوا فيها الساندوتش، وتروحوا ضاغطينه بطبق او بغطا حله. بس تاخدوا بالكم الطبق هيبقى سخن، فتاخدوا بالكم ان انتوا برضو تضغطوا بغطا حله يكون اصغر من حجم الطاسه، عشان تقدروا ان انتوا تاخدوا نفس الفكره بتاعه الجريلا او الصاج لما احنا بنعمله من بره، ان هي الحاجه بتمسك في الساندوتش.
تقدروا تحطوا كمان، دي حاجة ترجع لكم طبعا، تحطوا مع الجبنة الموتزاريلا تقدروا تحطوا جبنة رومي، جبنة بارميزان، زي ما انتوا حابين. دي حاجة حلوة جدا. وحبيت ان انا اشارككم بانواع الحاجات اللي بتتحط جوه الساندوتش، عشان فعلا لما انا بعمل حاجة والاقيها حلوة فبحب ان انا دايما اقول لكم عليها. وانا كده وريتكم كل حاجة انا عملتها النهاردة. وده شكل الساندوتش جوه الجريل، حلو جدا جدا جدا. ويا رب تكون كل وصفاتي بتعجبكم، وبتمنى جدا ان انتوا تشاركوني بكومنت ولايك، واي حاجة انتوا عايزين نعملها في القناة يا ريت تشاركوني بيها. وباذن الله ان شاء الله ابقى اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسونوش في دعوة حلوة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وباي باي.